عدى علينا ذكرى وفاة واحد من أهم وأبرز الشخصيات السياسية في مصر في يوم 8 مارس سنة 1938. وفاة محمد توفيق نسيم باشا، رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق. اتولد في القاهرة، والده هو اللواء محمد نسيم باشا ابن حسن بيك تحسين ابن محمد علي لازغلي، مدير الإدارة المالية في عهد محمد علي باشا، وصاحب التمثال الأشهر في مصر لازغلي باشا. ده حفيده. درس في مدرسة الفرار وحصل منها على البكالوريا، والتحق بمدارس الحقوق وتخرج فيها عام 1894. تم تعيينه في وظيفة كاتب فور تخرجه، ثم معاون في النيابة بعدها بعام. ترقى في سلك النيابة ثم سلك القضاء. في عام 1808 أصبح قاضي بمحكمة مصر الابتدائية، وتولى العديد من المناصب القيادية، أهمها تولى منصب وزير الأوقاف في وزارة محمد سعيد باشا الثانية. الكلام ده في يوم 20 مايو سنة 1919 حتى شهر نوفمبر 1919. ثم وزير الداخلية في وزارة يوسف وهبة الأولى. وتولى رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من عام 1920 وفي عام 1900 حتى عام 1936 على فترات. الفترة الأولى كانت من 1920 حتى 1921، ومن 1922 ل 23. والفترة الأخيرة الفترة الأخيرة كانت من 1934 حتى 1934. وتولى رئاسة مجلس الشيوخ في الفترة من 25 نوفمبر 1924 إلى 14 ديسمبر 1925، ثم رئيسا للديوان الملكي 1925 حتى عام 1931. وكان آخر منصب رسمي له إدارة مجلس الشيوخ، الذي تم إقرار مجلس الوصايا على عرش الملك فاروق فيه بصفته أكبر الأعضاء سنا، حيث رأس مجلس الشيوخ للمرة الثانية بين يوم 11 مايو 1936 و 12 مايو 1936، يعني تقدر تقول يومين يعني. ثم سلم رئاسة المجلس إلى محمود بك بسيوني. وتولى فيما بعد العديد من المناصب القيادية والمناصب التشريعية الهامة خلال تلك الفترة. وتوفى محمد توفيق نسيم باشا في يوم 8 مارس من عام 1938. رحم الله كل من خدم هذا الوطن، رحم الله الجميع. رمضان كريم.